هوسيبور لو موتسيخين بعيناي دافيد. قصة ركيكة شوي والمبررات ضعيفة. شوف دافيد، نحن هون خلص بطلنا نستخدم جهاز كشف الكذب، صح يا شباب؟ ليش بطلنا نستخدم جهاز كشف الكذب؟ لأني أنا شخصياً صرت جهاز كشف كذب. رايح أنت على مزارع شب، عم تتمشى وأنت فايت على المزارع شبع، وصلت لجوا على كرم زيتون، طح، مش هيك؟ مظبوط؟ حدا ضربك على دماغك وقعد بالأرض، مسكوك شالوك عملوك أسير. حلوة كتير القصة دافيد، حلوة كتير بس خفيفة، خفيفة صعب صدقها. زئم شكراه أدون مناخم. طيب انت ما عندك قصة تانية هيك يعني شوي مشلبنة تحكي لي اياها؟ والله أنا مش عارف سيادتك إيش قصدك. أنا كنت مأسور وأعصابي تعبانة، وحضرتك بتحكيني كأني مذنب. صح، وجعت لي قلبي عليك كتير. انت فعلا اعصابك تعبانة، يمكن انا كمان ضغطت عليك شوي وتعبت لك اعصابك. طلع فيني لما بحكي معك هون بعينك بعيني. هاي شو ظريف ديفيد كتير. شوف استحملني شوي، أنا عندي قصة تانية ممكن إني أنا أحكي لك إياها. أنت بتعرف إنه نحن دفعنا فلوس كتير لحتى رجعنا الأسرة، تحملنا كتير، فأنت معلش خليك لذيذ واستحملني شوي. بفكشاء أدون مناخم، بفكشاء. إيش يا شاول؟ لو أنا كانت ظروفي المادية صعبة، يعني كنت فقران شوي ما معيش فلوس، وجا واحد قال لي بدي أدربك على التمثيل وبعدين بدك تروح تمثل دور أسير لمدة أسبوع وبعطيك $1,000,000، إيش كان ممكن أعمل يعني؟ زبيدي خاء أدون مناخم، ما حد بالدنيا يصدق اللي بتقوله سيادتك. ها؟ صح. حدا بالدنيا صعب حدا يتخيل الشيء اللي بقوله. طيب أنا ليه يعني؟ ليه أنا بتخيل هذا الشيء؟ قول. ومين برمي نفسه بالنار عشان الفلوس؟ شيء لا تفاح. أنا عندي سؤال واحد وبس، ما بدي أكتر منك. مين يلي عمل الصفقة معك لحتى تقبل تلعب دور الأسير؟ حضرتك بتحكي كأنه هالشي صار فعلا سيد مناخم. هالشي ما صارش، واللي صار قلت لك يا بالحرف والله. تخافش، أنا بس كنت عم بتخيل كرم الزيتون، إنك أنت داخل جوات كرم الزيتون أنت وماشي رعد لك الفيلم نفسه، نفس القصة اللي أنت حكيتها، طخ ضرب على دماغك وقعت بالأرض، شالوك رحت مثلت دور الأسير، أخذت فلوس. شو هالخيال؟ إيه؟ الله يعين يلي بيكتبوا الأفلام، سيناريو يعني، قديش بيتعذبوا لحتى يعصروا خيالهم عصر لحتى تطلع معهم الفكرة. أهلين ديفيد، أهلا وسهلا فيك. إيش بتشرب؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. فرد واحد؟ اتفضل. تحت امرك ناجي بيك. وأنت ورايا؟ على راسي، تقبر قلبي. بقول لك انت لسه عندكم بيضات الغنم دول؟ عندي احلى بيضات بالشام كلها، بس خليني اسوي لك اياهم على كيفي.
بقول لك ايه يا ريمون، هم بيصوروا ايه هنا؟ برنامج التلفزيون السوري. ودي ممثله؟ لا، هي مدام كاميليا صبحي، ست مصريه وهم كثير تبع الامم المتحده، وناشطه من ناشطات السلام. نشيطه. هي فعلا نشيطه، نشيطه قوي. وكيف بتشوف الدكتورة كاميليا الموقف السياسي بالمنطقة؟ والله قبل ما نتكلم عن الصراع العربي الإسرائيلي المفروض إن احنا نتكلم عن التمزق والتشتت والتفكك في المنطقة العربية كلها. بصراحة الحكاية ببساطة شديدة جدا إن دول واقعين مع دول، ودول جايين عايزين يخلصوا على دول، أما دول بقى جايين عايزين يساندوا دول، مش علشان حبا فيهم ولا حاجة أبدا، دول بس جايين عايزين يوقعوهم. هذه الحكاية. شكرا جزيلا دكتورة كاميليا. شكرا. مساء الخير يا دكتوره. تسمحي لي اعبر لك عن اعجابي الشديد بكل كلمه قلتيها. انت لخصت القضيه حقيقي، يعني لخصت القضيه تماما، خصوصا في الكام جمله الاخرانيين دول. ميرسي قوي. أنت مصري؟ انا ناجي عطله، راجل اعمال مصري. تشرفنا. تسمحي لي اعزمك على العشاء؟ أنا آسفة جدا، ما بتعشش. لا قصدي شويه بيضات غنم، حاجه خفيفه كده. وبعدين هقول لك على حاجه، انا اصلي ما بحبش اكل لوحدي. أمال الفرقة بتاعتك راحت فين؟ فرقه ايه؟ ده أنا شفتكوا دخلتوا الأوتيل مع بعض. ولادك؟ لا مش ولادي، لا انا مش متجوز. دول فريق تايكوندو جايبهم هنا، عامل لهم معسكر تدريب. أنت مدرب تايكوندو؟ لا انا مش مدرب الحقيقه، انا بصرف على الفريق، انا الراعي الرسمي يعني. حاجه كده بنعملها عشان مصر. والله شيء جميل، جميل إن الواحد يكون عنده اهتمامات عامة في زمن ما حدش بيفكر غير في نفسه وبس. بستحق ان يولد من عاش لنفسه. هو جوز حضرتك معاك هنا في اللوكاندا؟ لا. طب كويس. قصدي يعني ما جاش معاكي ليه؟ لا، إحنا منفصلين أكتر من 10 سنين. حمار. نعم؟ ايوه حمار. حد يبقى في ايده جوهره زي القمر زي حضرتك كده ويفرط فيها؟ طب على الطلاق بالثلاثه اللي نتعشى سوا. ناجي بيه. بلا بيه بلا تي، قولي لي انا اجي على طول. انا هاكلك بيضات غنم.